شي طالبة عراقية تبلغ من العمر 18 عام فقدت حياتها بسبب شدة الحر أثناء أدائها الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي. ففي مدرسة الخنساء وبيوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية ناشدت رفل أحد المراقبات أن تسلم الدفتر الامتحاني بعد أن شعرت بصداع قاتل، فرفضت المراقبة السماح لها بالخروج. بعدها بلحظات تقيأت وفقدت الوعي، وتم استدعاء والدتها لنقلها لأقرب مستشفى. نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الأسئلة سبب الصدمة عند الفتاة الله يرحمها، وناشدت هي المدرسة بأنه لن تستطيع أن تتحمل درجات الحرارة ونتيجة الضغوطات داخل المدرسة، وأدى إلى سبب وفاتها. صارت هوسة، نعم صارت هوسة. شو نسوي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وزارة التربية، لأن هي ما وفرت لا كهرباء ولا صعوبة الأسئلة، ووضعنا الأمني التعبان، وضغوطات على الطالب صارت. وبعد التحري عن مكان سكنها اتجهنا إلى المجمع السكني لشقق زيونة، والتقينا مع هشام أخ الطالبة التي فقدت حياتها، وأكد أن أحد الأطباء بين لهم أسباب الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل القاعات الامتحانية وافتقارها لأجهزة التبريد وصعوبة الأسئلة، مما يؤثر على الضغط النفسي للطالب. حسب ما سمعنا من الشهود الموجودين يعني انه هي رايدة يعني وجعها راسها، فرايدة تترك الامتحان يعني طالعة، فقالت المعلمة الواقفة المراقبة قالت لها انتظري يعني شوي. ما خلوها تطلع؟ اي ما طلعت هي بالبداية، فقالت لها انه هاي ما اريد يعني حكي البنات الطالبات الموجودين يعني انه تريد تسلم الدفتر او هيك شيء، فهي ما يعني قالت لها ابقي انتظري شوية الى ان يعني متقيئة ومغمى عليه بالمدرسة، يعني متخربطة وواقعة بسبب يعني الحار والوضعية. الشيخ زايد يعني كانوا ما عندهم لا أجهزة تنفس ولا عندهم انعاش ولا عندهم أي شيء، يعني فاقدة الوعي، كانت مغمى عليها وما تقدر تتنفس، يعني ماكو سرير انعاش راوي، ماكو شيء. تليفونات يخابرون بس يردون يحصلون سرير بالمستشفيات الموجودة ما لقوا. بالقوة لقينا بالجملة العصبية. ماكو شيء كان متوفر بالمستشفى، يعني انه هي حالتها كانت حالة بالدماغ، يعني لازم يعني بدقيقتها بثانيتها، ولا تروح تجيب دواء تراد لك فد بالليل ساعة ب3 بالليل راد لك فد ربع ساعة تروح تجيبه وتجيها نص ساعة. تبريد ماكو بالقاعات اكيد، يعني الطلاب دي يمتحنون، احنا مثلا هاي قلنا راحت اكو غيرها دي يمتحنون موجودين بعد سمة اللوخ وغيرها ومستشفيات نفس الشيء مالتين. كنت زميلها بالمدرسة، طالبة كانت متفوقة والله يرحمها، يعني أتمنى لها الرحمة. بصعوبة الأسئلة وارتفاع درجات الحرارة انفجر دماغها. والد الضحية اتجه إلى مدير المركز الامتحاني فرفض استقباله، واليوم اتجه إلى مديرية تربية الرصافة الثانية للقاء مع المدراء المعنيين ليشرح لهم تفاصيل الحادث، لكنهم رفضوا استقباله. رفل كان مثواها الأخير في هذا المركز الامتحاني، فيا ترى من هو يتحمل تبعات صعوبة الأسئلة ومعاناة الطلبة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة؟ من أمام مدرسة الخنساء في شارع ربيعي في بغداد، حسن نبيل.